تخيل معايا سفينة سياحية فاخرة وسط البحر، كاع الأضواء شاعلة، ولكن حتى شي ميناء في العالم ما بغى يستقبلها. علاش؟ حيت داخل هاد السفينة كاين واحد العدو خفي، ميكروب ما كيرحمش، سميتو فيروس هانتا. اليوم غادي نهضروا على الواقعة ديال سفينة MV هونديوس اللي حبسات الأنفاس ديال العالم، وغادي نحلوا كاع المعطيات باش نفهموا شنو وقع بالضبط. شنو وقع؟ القصه بدات فاش السفينه كانت غاديه في ديك الرحله الطويله ديالها، وبنادم كان ناشط، حتى بدات كتبان اعراض غريبه على بعض الركاب: السخانه، الضيق في النفس، وفشل عضوي سريع. الحصيله كانت ثقيله، 3 ديال الوفيات. فاش السفينه وصلت للراس الاخضر كيب فيرد باش تطلب المساعده، السلطات تما دارت قرار قاسي: حتى واحد ما ينزل، وبقاو في البحر. هنا تحولت السفينه من مكان للمتعه لسجن عائم. شنو هو هاد فيروس هانتا؟ بزاف كيسحاب ليهم هاد الفيروس جديد، ولكن الحقيقه هو كاين من شحال هادي. هاد الفيروس الاصل ديالو كيكون عند القوارض، يعني الفيران والجردان. بنادم كيتعادى بسببه الا قاس شي حاجه ملوثه باللعاب او البول ديال هاد الحيوانات. ولكن السؤال اللي كيطرح راسو: كيفاش وصل هاد الفيروس لوسط سفينه وسط المحيط؟ كاين جوج احتمالات: يا اما كانوا قوارض في المؤونه ديال السفينه، يا اما هاد السلاله اللي بانت دابا تحورات، يعني ميوتيتد، ولات كتنتقل من بنادم لبنادم. وهذه هي الكارثه اللي خافت منها منظمه الصحه العالميه والدول اللي سدات الموانئ ديالها. تخيلوا الرعب يعاشوه 150 واحد في هذه السفينه. كتشوف صاحبك ولا مراتك كتموت قدام عينيك وما قدرتي دير والو، وحتى حد ما بغى يعاونك. هاد الواقعه كتحطنا قدام سؤال اخلاقي صعيب: واش من حق الدول تضحي بحياه ركاب سفينه باش تحمي الشعب ديالها من وباء محتمل؟ هاد الواقعه ديال فيروس هانتان والام في هونديوس كتفكرنا باللي وقع في 2020 مع كورونا، وكيبين باللي واخا التقدم العلمي مازال فيروس صغير كيقدر يوقف العالم على رجل وحده. الغموض اللي كاين في هاد القصه هو علاش هاد الفيروس اختار هاد التوقيت بالضبط، وعلاش هاد السفينه بالذات. هذه ماشي غير قصه ديال سفينه محبوسه، هذه رساله انذار لينا كاملين. وانتوما شنو بان لكم في هذه القضيه؟ واش الدول عندها الحق تسد الموانئ في وجه ناس محتاجين مساعده طبيه؟ قولوا لي ارائكم في لي كومونتير، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو باش توصل المعلومه.